السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ما تنسوش تضغطوا على زر الإعجاب وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. اليوم حبيت نهضر على موضوع نعيشوه كل عام بلا استثناء. مجرد ما يقرب رمضان الأسواق تولي حالة طوارئ، زحمة وصراخ وقلق. كل واحد يشري كأنه رمضان راهو آخر رمضان في الدنيا. والظاهرة هذه ولات تبان أكثر في الهجوم الكبير تاع النساء على الماعن قبل رمضان. هل لازم كل هذه الخلعة ولا لازم نكبر الأمور بلا سبب؟ خليكم معايا نفهموا بالعقل. قبل ما يجي رمضان بأيام تشوف الناس رايحين جايين للسوق، خاصة النساء. كل واحدة شارية كؤوس، صحونة، كراطن، أكياس، وكي تسقساها تقولك خايفة يتقطع، خايفة يغلى، إلى آخره. هنا نحب نوقف شوية. الماعن ما راهيش حتى تقطع، رانا في بلاد فيها إنتاج وفيها استيراد وفيها توزيع يومي. الدقيق والزيت والسكر والسميد، الكيسان، الصحون، البرم، هذه الأمور راهي متوفرة طول العام. والحوانت ما راهيش راح تغلق في رمضان. يعني تقدر تشري اليوم وغدوة وبعد غدوة وحتى وسط رمضان. لكن المشكل وين يبان كي الناس كامل تشري في نفس الوقت وكميات كبيرة، راهو الطلب يزيد فجأة والتجار يرفعون السعر. واللي ما يقدرش يشري يتضرر أكتر. وزيد على هذا الشراء الزايد يجيب معاه تبذير ومصاريف بلا حساب وتعب نفسي وحتى مشاكل بين الناس في الأسواق. رمضان في الأصل راهو شهر صيام وعبادة وصبر وراحة، مش شهر توتر وتعمار الرفوف عفوا. الخلاصة يا جماعة الخير، رمضاني مش مفاجأة. والمعنى راهي موجودة طول العام، والأحوال راهي محلولة والرزق مكتوب على ربي. اشري على قد حاجتك ونظم مصروفك، خلي رمضان يجيك بالراحة ماشي بالضغط. نحب نسمع آرائكم وتشوفوا هذا الشراء الكبير ضروري ولا التنظيم والشراء بالعقل هو الحل. إذا عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتركوا لي في القناة باش نكبروا مع بعضنا. ورمضان كريم عفوا على الجميع.